السلام عليكم. بعد التضييقات اللي صارت لي في منصات التواصل الاجتماعي، قررت أن أعود إلى رشدي وأن أتوب مما أنا فيه، وأني نحكي شوية على إيجابيات هذه الأمة. بكري في بريطانيا كان واحد الشخص اسمه الغربال، كانت عنده قهوة وكانوا يقعدوا يلعبوا فيها الكارطة. واحد النهار دخل واحد الضابط اسمه الضابط كوبر. الوقت اللي جاب شو يقعد فيه الضابط فوق الكرسي، الغربال صاحب القهوة سحب به الكرسي، فطاح الضابط في الأرض وضحكوا عليه وضحك عليه الغربال. فوقف الضابط وراح للغربال وابتسم معاه وخمس معاه. تعجب صاحب القهوة، قال له: توقعت انك تغضب، انك تتغشش، انك تدير حاجة، ما توقعتش انك تجيني وتضحك في وجهي. فقال له الضابط: لا علاش راح نغضب، بالعكس عجبتني الجرأة تاعك. شكون هو اللي يتجرأ على الضابط كوبر؟ عجبتني الفكاهة الجريئة تاعك. قال له: من اليوم انا الضابط كوبر، اي حاجة تسحقها راني هنا. فبدا الغربال في تصرفاته الخايبة مع الزبائن، يتمسخر بالناس، يتنمر على الناس، وكان في كل مرة يشكو بيه يعيط للضابط كوبر يخرجوا كيف الشعرة من العجين. دائما يكررها له الضابط كوبر: دير وش تحب، أراني هنا. واحد النهار الضابط كوبر تلاقى الغربال هذا وعطاه مسدس، وقال له: شوف، المسدس هذا راهو غير قانوني، المسدس هذا ما تستعمله غير في الضرورة القصوى فقط، رد بالك تخرجوا. واحد النهار راح الغربال صاحب القهوة للسوق، عجبه واحد المعطف، فكي راح يسوم في المعطف يلقى سومته غالية، طلب من صاحب المعطف انه ينقص له السوم، فما حبش ينقص له السوم، فدخلوا في مناوشات كلامية حتى ولت مشادات بالأيادي، حتى ولت عركة. ولأنه صاحب المعطف قوي بدنيا طيح الغربال في الأرض وبرك فوقه، فما كان للغربال إلا أنه يدخل إيده ويخرج مسدس ويطلق عليه النار، مات. جت الشرطة، هزت الغربال، قال لهم: معليش ندير اتصال. قالوا له: معليش. عيط للضابط كوبر، قال له الضابط كوبر: ما تخافش، درك نخرجك منها كي الشعرة من العجين. بعد مدة فوتوه للمحكمة، قابل القاضي، حكم عليه بالإعدام، والضابط كوبر قال له: ما تخافش، نخرجك منها كي الشعرة من العجين. في اليوم المقرر انه يعدموه فيه، جابوه طلعوه فوق نفس الكرسي اللي سحبوا من تحت الضابط كوبر، داروا له الحبل في رقبته، وجاه الضابط كوبر وقال له: هكذا تسحب الكراسي، ودز له الكرسي من تحته. هكذا تسحب الكراسي، مش تسحب للترفيه. على العموم، الفيديو تاع اليوم درته وانا فرحان بسبب خبر ممكن يكون قديم شوي، لكن انا هذا وين وصلني، فانه قرار ملك أرض التوحيد، ولي عهد أرض التوحيد، قرار بعدم المساس بأي مفطر جهرا طيلة شهر رمضان، وهذا احتراما لحقوق الإنسان، وبناء على ما أتى في رؤية المملكة 2030 والتقدم والازدهار نحو الأفضل. هو مدامه معنا الضابط كوبر، ما نخافوا حتى من واحد، حتى من ربي.